كارثة بتحصل في محطة نووية وبيكون الحل إن في شخص يضحي بحياته عشان ينقذ البلد والكل بيرفض المهمة، لكن في واحد قرر يقوم بالمهمة علشان ينقذ عيلته. عاوزين تشوفوا تشويق وإثارة؟ اتفرجوا على ملخص فيلمنا النهاردة. بس قبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك علشان يوصلك كل جديد، ولا ننسى نصلي ونسلم على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وكل سنة وانتم طيبين. بيبدأ الفيلم مع مجموعة من الأطفال وهم بيشاوروا على محطة توليد الطاقة، وفي ولد سأل أصحابه تعرفوا إيه اللي جواها؟ ولد قال فيها إنسان آلي، ولد تاني قال أخويا قال لي إنهم بياخدوا منها الكهرباء، والبنت قالت لهم المدرس قال لها إن فيها صندوق لو اتفتح هيخرج منه قوة الشر. ونروح للوقت الحالي وبنشوف طفل وهو بيصحي عمه جاي لأنه اتأخر على الشغل، وجت أمه هزقته لأنه اتأخر وقالت له تعالى أفطر، وقام وخرج للمطعم بتاعهم ومسك جهاز بيقيس الإشعاع في المكان، وامه بتزعله وبتاخد منه الجهاز وبيروح عشان يفطر مع اصحابه، وبنعرف ان هم دول الاطفال اللي كانوا في اول الفيلم بعد ما كبروا ولسه اصحاب زي ما هم، واشتغلوا مع بعض في محطه توليد الطاقه. وبعدها جت خطيبه جو اسمها وينج وبتضربه عشان كان سهران، ولما كلمته ما ردش عليها، وبعدها خرجوا وكانوا رايحين للشغل، وفي الطريق شافوا مجموعه من السكان كانوا عاملين مظاهره وموقفين الطريق لانهم عاوزين المحطه النوويه تتقفل، وبينزل السواق عشان يكلمهم يفتحوا الطريق. الناس رفضت وقعدوا على الارض، وبعدها بنشوف موظفه وهي بتشرح طريقه توليد الطاقه في المفاعل النووي بتكون ازاي، وبتقول ان ده افضل طريقه حديثه لانهم زمان كانوا بيستخدموا النفط والفحم، ودي مواد قابله للاشتعال وبتضر البيئه، لكن المفاعل امن ومفيش اي خطر منه لانه بيشتغل بكميه بسيطه من المواد الخام. وبنشوف جاي بعد الشغل وهو قاعد مع اصحابه وبيقول لهم انه ما بيحب الشغل في المحطه النوويه لانه خطر جدا، وبسببه مفيش سياحه ولا صيد سمك. اصحابه قالوا له لولا الشغل ده كان زماننا عاطلين وهنموت من الجوع. في الوقت ده جت خطيبته وقعت بالموتوسيكل بتاعها لانه عاوز يتصلح وهي مش معاها تصلحه، وجاي كان بيحاول يصلحه لها، قال لها انت لازم تغير لي اني هسافر امريكا سنتين علشان اشتغل هناك. وينج لما لقيته طلع الباسبور وبيتكلم جد اتعصبت عليه وزقته، وقالت له انها ما عندهاش عيله ومعتبراه كل حاجه بالنسبه لها، ولو عمل كده فعلا يعتبر كل شيء بينهم انتهى. وفي الوقت ده بيوصل تقرير لرئيس كوريا من مدير المحطه النوويه اللي اسمه بارك، بيبلغه بوجود خطر في المحطه لانها محتاجه صيانه وما ينفعش انها تشتغل بالوضع ده. وبنشوف بارك مدير المحطه اللي بعت التقرير للرئيس وهو قاعد مع صاحبه وكلمه عن التقرير وعن الاخطار اللي ممكن تحصل بسبب رئيس المحطه اللي مش مهتم بيها، لكن صاحبه بيقول له ما تكبرش المواضيع، طول ما انت بتصب عليه الميه البارده هيفضل شغال طول السنه كويس. المدير قال له تشتغل كويس لو المسؤول عنها شخص كويس، دي مسؤوليه وارواح ناس. المدير الجديد مش مهتم بحياه الناس وكل اللي يهمه نجاحه الشخصي وبس. في الوقت ده جت رساله على تليفونه وعرف منها ان الرئيس خلاص عرف بالموضوع والتقرير وصل له. وبنروح لجيل اللي قال لمامته مرات اخوه انه مسافر، ومامته زعقت له وتعصبت عليه وما كانتش عاوزه تسمعه، وهو قال لها دول سنتين بس. قالت له مش عاوز اسمع منك موضوع السفر ده تاني. حاول يقنع مرات اخوه انهم يسافروا عشان مستقبل ابنها، لكن مامته ضربته وقالت له انت مش هتروح لاي مكان وهتفضل هنا. جاي قال لها انا مش عاوز اعيش هنا. بعدها كانت في اعداد كبيره من الفيران خارجه من المجاري ونزلت للبحر، وبنشوف رئيس الوزراء وهو داخل للرئيس لانه بعت له عشان التقرير اللي جاله عن المحطه. واول ما دخل للرئيس قال له شفت التقرير ده؟ الرئيس قال له انت كنت هتزود محطات توليد الطاقه، وقف كل حاجه ومفيش محطات هتتعمل. رئيس الوزراء قال له ما تشغلش نفسك بالمحطه انا هتصرف. بعدها رئيس الوزراء نقل مدير المحطه اللي بعت له التقرير، وبنشوف جاي هو واصحابه في الشغل وبيحصل زلزال شديد جدا والمحطه بتنهار عليهم، والمطعم بتاع مامته بيتكسر والبلد كلها بتتدمر والجبال بتقع منها صور على عربيات، وموظفين المحطة كانوا بيتصلوا بأهاليهم عشان يطمنوا عليهم. وجاي كلم مامته ما ردتش عليه، بعدها اتصل بوينج وقال لها تروح تطمن على عيلته. ولما وينج وصلت لهم لقيت مينج مصاب في راسه بجرح بسيط. وبنرجع للمحطة وبنشوف لمبات انذار الطوارئ بتنور، وده لأن نظام التبريد اتأثر من الزلزال وحصل شرخ وفي تسريب للمية اللي بتبرد المفاعل، وده ممكن يعمل انفجار للمفاعل لأن التبريد هو الأمان ليه. المسؤول قال لهم شغلوا نظام الطوارئ، وبنشوف المسؤولين هم بيتكلموا عن خطورة الوضع وإنهم لو ما قدروش يسيطروا على الشرخ بسرعة هتحصل كارثة. رئيس المحطة قال إنه هيتصرف لأنه لسه مترقي جديد وخايف على منصبه. فجأة الوضع بيسوء ودرجة حرارة المفاعل بتعلى أكتر بسبب تسريب المياه اللي بتبرد المفاعل، ولو الحرارة ارتفعت أكتر المفاعل هينفجر. وقتها بعتوا عمال للصمام اللي بيسرب ولبسوهم البدل الواقية من الإشعاع، لكن لما وصلوا اكتشفوا إن نسبة الإشعاع عالية جدا ولازم يتصرفوا بسرعة لأن ده بيعمل ضغط على الأنابيب وممكن تنفجر فيهم. وبنشوف لمبات الإنذار كلها نورت والصفارات اشتغلت، وفجأة صمامات أنابيب التبريد انفجرت في العمال وهم شغالين، ومستوى الإشعاع زاد أكتر. وقتها العمال خافوا وقرروا إنهم يمشوا، وجاي وأصحابه كانوا واقفين وشافوا العمال المصابين اللي كانت حالتهم صعبة جدا، ومن كتر الإشعاع اللي اتصابوا بيه منعوا أي حد يشوفهم. وقتها جاي كان بيقلع هدومه علشان يمشي، قال لأصحابه إن المشكلة لو ما اتحلتش الكل هيموت، لكن أصحابه قالوا له إنه لازم يفضل موجود ويحاول يصلح الضرر عشان ما يحصلش انفجار، وسابوه راحوا يساعدوا زمايلهم. في الوقت ده كان خبر التسريب وصل للرئيس اللي زعق لرئيس الوزراء وأعضاء البرلمان لأنهم خبوا عنه الموضوع، وطلب منهم إعلان حالة الطوارئ، وقال لهم معنى إن التبريد بيتسرب يبقى الإشعاع بيتسرب.
يتسرب. لكن رئيس الوزراء قال له انهم لو اعلنوا حاله الطوارئ هتحصل فوضى في البلد والامور هتخرج عن السيطره، وقال له انا هقدر اسيطر على الوضع من غير نشر الخبر، وفهمه ان الوضع مش سيء زي ما هو فاكر. الرئيس سكت واعتمد ان رئيس الوزراء هيتصرف. وبنرجع للمحطه وبنشوف المراقب وهو بيقول لهم ان الضغط عالي جدا ولو فضل يعلى المفاجأة هينفجر، وبعتوا الفريق السلامة والمدير قال لهم على الوضع. قالوا له لازم نعمل تهوية للمفاعل بسرعة وإلا الإشعاعات هتخرج لبره، وكان لازم ياخدوا الموافقة على تهوية المفاعل من الرئيس. ساعتها قال رئيس الوزراء انت قلت الوضع مش خطير لكن كده الوضع خطير. رئيس الوزراء قال له الوضع كل دقيقة بيتعقد أكتر وإنهم استحال يسيطروا على الوضع مع الضغط ده. الرئيس قرر إنه يعمل إخلاء لسكان المدينة، لكن رئيس الوزراء رفض وقال له إن عملية الإخلاء هتاخد وقت كبير لأن عدد سكان المدينة والمدن اللي جنبها كبير جدا، ولو انفجر المفاعل هيموت ملايين السكان. الرئيس فكر في كلامه وقرر إخلاء السكان القريبين من المفاعل بسرعة لأن تهوية المفاعل هتطلع إشعاعات، وبعدها اتصلوا بالمحطة عشان ينفذوا عملية التهوية، وابتدوا إنهم ينقلوا السكان بالأتوبيسات خارج المنطقة. وفي واحد من العمال قال لباقي زمايله إن الفرن اتملى بالهيروجين وإنهم هيعملوا إخلاء لسكان المنطقة وإنهم هيعملوا تهوية للمفاعل وده خطر لأنه ممكن ينفجر فيهم. قال لهم لازم نخرج من هنا بسرعة. بعدها حاولوا يخرجوا من المحطة لكنهم اكتشفوا إن الباب اتقفل عليهم عشان يجبروهم يشتغلوا ويعملوا التهوية ويوقفوا الضغط، لكن العمال بيكونوا خايفين وعاوزين يخرجوا وبيقفوا كلهم عند الباب وبيحاولوا يفتحوه لكن ما بيعرفوش، وبيجي لهم واحد وبيقول لهم مفيش خروج من هنا. ساعتها الوضع بيكون اتعقد اكتر لانهم في غرفه المتابعه لقوا ان الضغط بيزيد كل شويه، وبنرجع للسكان وبنشوف الطريق مقفول وزحمه جدا والعربيات والاتوبيسات ما بتتحركش. وقتها بيكون الرئيس في اجتماع مع المسؤولين لمتابعه الوضع وعرف ان الضغط زاد 3 اضعاف الطبيعي، وبيكون الرئيس اخر التهويه لانه مش عاوز يعملها الا لما السكان يبعدوا اكتر علشان الاشعاع ما ياثرش عليهم. وبنشوف بارك مدير المحطه بيقول لهم اعملوا التهويه المفاعل هينفجر الوضع خطر جدا، ولما بيضغطوا على زرار التهويه بيعرفوا انه تعطل بسبب الضغط، والحل الوحيد انهم يفتحوا باب التهويه يدوي، يعني يدخلوا عمال عند الاشعاع ويفتحوه بايديهم. وقتها طلع فريق عشان يفتحوا الصمام لكن ما قدروش يحركوه بسبب الضغط العالي وبيفضلوا يحاولوا كتير. وفي الناحيه الثانيه بيكون العمال المحبوسين قدروا يفتحوا الباب علشان يخرجوا لكن الوقت ما كانش في صالحهم لان الضغط زاد قوي وحصل انفجار كبير وعمال كتير ماتوا والانفجار وصل للمدينه ولكن بتكون فاضيه والسكان مشيوا، وصوت الانفجار كان عالي ووصل للسكان وسمعوه من بعيد وعرفوا ان جاي من المحطه. وبنشوف جاي وهو بيدور على اصحابه وسط المصابين والاموات ولقى عمال كتير ماتت وعمال تحت الانقاض وحاول يطلع اصحابه من تحت الانقاض. وفي نفس الوقت الرئيس ومجلس الوزراء بيكونوا مش عارفين هيعملوا ايه لغايه ما رئيس الوزراء قرر انهم يحاصروا المنطقه عشان يمنعوا خروج الخبر للصحافه لان المواطنين ممكن يخافوا يخرجوا في الشوارع، وعمال محطات الطاقه اللي شغاله ممكن يخافوا يسيبوا شغلهم والكهرباء تتقطع والبلد تواجه كارثه اكبر. بعدها عملوا مؤتمر صحفي وقالوا ان في مشكله بسيطه في المحطه وانهم عملوا عمليه اخلاء للسكان على ما يصلحوا المشكله، والوزير ما ردش على باقي اسئله الصحفيين ومشي. وبنرجع لجاي وهو بيحاول يساعد اصحابه يخرجهم، وفي نفس الوقت اخذ السكان لملعب قريب من المنطقه، والسكان لما شافوا المسؤولين جريوا عليهم عشان يفهموا اللي بيحصل. المسؤول قال لهم ما عنديش تفاصيل لكن بنصحكم تخليكم هنا وما تتحركوش، وبيشوف عربيات اسعاف ومطافي رايحين للمحطه عشان يساعدوا، لكن المشكله ان درجه الاشعاع قويه جدا وحتى مع البدل الواقيه بيكون في خطر لان الاشعاع بيوصل لهم. بنشوف وينج وهي عند المحطه وكانت عاوزه تدخل لكن طاقم الاطفاء وفريق الانقاذ منعوها من الدخول، وبنشوف الرئيس ومع رئيس الوزراء هم متابعين الوضع، وبنشوف جاي واصحابه هم خارجين من المحطه وبيسالوا رجال الانقاذ انتوا واقفين بره ليه؟ قالوا لهم لان نسبه الاشعاع عاليه ومش عارفين ندخل ننقذ المصابين. جاي اتخانق معاهم وقال لهم الناس بتموت جوه، وينج شافت جاي وفرحت انه بخير وكانت عاوزاه يمشي معاها. جاي رفض وقال لها تروح لاسرته وتاخدهم ويروحوا لابعد مكان، وسابها علشان يدخل المحطه تاني. الناس قالوا عليه مجنون علشان خرج وراجع تاني للموت، وفريق الانقاذ لقوا الاشعاع بيزيد وحتى لو ما دخلوش هيموتوا بسبب الاشعاع، فقرروا انهم يدخلوا يساعدوهم. وبنشوف المصابين اللي وصلوا للمستشفى وكانت حالتهم سيئه جدا بسبب الاشعاعات اللي جسمهم اتعرض لها وعمل لهم حروق فظيعه. في الوقت ده وينج رجعت الملعب اللي فيه السكان وقالت للمسؤول المحطه انفجرت. قال لها مش حقيقي. قالت له انا كنت هناك ودخلت البونجو، وقالت لها المحطه انفجرت. قالت لها لازم نخرج ونمشي من هنا بسرعه لابعد مكان، ومسكت الميكروفون وبلغت باقي السكان، لكن هم خارجين بيتفاجئوا ان الشرطه قفلت عليهم الباب ومنعوهم من الخروج. وينج قالت لهم الاشعاع هيموتنا كلنا، والشرطه بعد ما حبسوهم قطعوا عنهم شبكات المحمول وما عرفوش يتواصلوا مع حد بره المكان. نرجع للمحطه وبنشوف كل عربيات المطافي وهي مشغله خراطيم الميه بترشها على المفاعل علشان يسيطروا على درجه الحراره، وبنشوف جاي وهو بينقذ واحد من المصابين وبيطلع بيه لبره وبيكون عاوز يرجع لباقي المصابين لكن بيقع لانه مصاب وبياخدوه للمستشفى. وقتها المسعفين لما شافوا حاله المصابين اللي بيطلعوا قرروا يدخلوا علشان ينقذوا اللي جوه. وقتها عربيات المطافي بتكون ماشيه لان خزانات الميه بتكون فضيت وراحوا يملوها تاني وراجعين،
ومدير المحطه قال لهم انتوا ليه بتروحوا تجيبوا ميه من بعيد والبحر قريب؟ واحد قال له ممنوع نستخدم ميه البحر لانها هتدمر المفاعل النووي. وقتها المدير بيتعصب عليه وبيقول له انتوا خايفين على المفاعل ومش خايفين على ارواح الناس؟ المفاعل خلاص انتهى، المهم الناس. الراجل قال له ان المفاعل متكلف فلوس كتير وتدميره مسؤوليه كبيره، هتقدر تتحمل قراره تدميره؟ بارك قال له اه اتحمل المسؤوليه، وقال لهم هاتوا ميه من البحر بسرعه. لكن رئيس رجال الانقاذ قال له انا عندي تعليمات ان ما استخدمش ميه البحر. نرجع للمستشفى تاني وبتكون الحالات بتسوء وكانت حالتهم صعبه. ساعتها وصل جاي والدكاتره حاولوا يسعفوه. في الوقت ده بيكون في تقرير مبعوث للرئيس ان الاشعاع خرج بره منطقه الحصار، لكن رئيس الوزراء استلم التقرير وقال لهم بلاش الرئيس يعرف. وبنرجع للمحطه وبنشوف رجال الاطفاء وهم بيقعوا واحد ورا التاني بسبب تعرضهم للاشعاع، والضحايا كانت بتزيد بسرعه والمحطه اتملت بالمصابين. وبنرجع لجوا بيحصل له تشنجات والدم بيخرج من بقه وحالته كانت بتسوء. وبنشوف الرئيس وهو متضايق لان وكاله الطاقه النوويه عرفت باللي حصل وبلغت امريكا تسحب رعاياها، وبقى الدول هتعمل كده والامور خرجت عن السيطره والشرطه كانت بتجري في الشوارع. وقتها وانجو شافتهم وراحت تقول لبونجو في حاجه بتحصل بره والكل بيجري واحنا كمان لازم نخرج من هنا. وفعلا الناس اتحركوا ناحيه الباب وكسروه، خرجوا وركبوا الاتوبيسات، ووينج هي اللي ساعد بيهم وعرفوا من الاخبار اللي حصل في المحطه. وينج كانت سايبه باقصى سرعه لان السكان كلهم كانوا في الشارع، حتى المستشفيات والطواقم الطبيه كلهم كانوا عاوزين يمشوا قبل ما يتصابوا ويموتوا. وبتحصل حاله هلع في المدينه والناس كلها بتحاول تهرب، والمطارات والسفن ومحطات النقل بتتملي بالناس، والدكاتره والممرضات هم كمان هربوا وسابوا المستشفيات والمرضى بقى لوحدهم في المستشفى. وقتها رئيس الوزراء لما عرف ان الاخبار اتعرفت كان بيزعق للمسؤولين لانه حاول يكتم على الخبر، لكن خلاص فقد السيطره على الوضع والشرطه والجيش مش عارفين يتصرفوا. وبنرجع لجاي اللي فاق في المستشفى وكان بيدور على موبايله عشان يتصل بوينج، وطلب منها تاخد عيلته لابعد مكانه وبسرعه وهو هيبقى يحصلهم. وينج لما لقت الطريق مقفول راحت ماشيه عكسي وكسرت الحديد وخطرت عشان تنقذهم. وبنشوف الناس كلها في المطار عاوزه تسافر، والمواطنين الامريكان رافعين لافتات عليها علم امريكا، وحرفيا البلد انهارت وكل حاجه اتعطلت والمصانع كلها وقفت، والمواطنين كلهم بقوا بيجروا في الشوارع واعلنوا حاله الطوارئ. وبنشوف جاي وهو عاوز يروح لعيلته واصحابه بيحاولوا يمنعوه، وهو زقهم لكن وقع على الارض وكان بينزف جامد. في الوقت ده الرئيس كان منهار لان مفيش في ايده حاجه يعملها، وقال لزوجته تاخد الاولاد وتخرج بره البلد، لكن زوجته بترفض وبتقول له انها هتفضل معاه ومش هتسيبه. وبنرجع للمحطه وبنشوف كل اللي فيها وهم بيعانوا من الاشعاع وحالتهم صعبه جدا، لدرجه ان مدير المحطه كان قاعد بيعيط. وقتها جاله تليفون من الرئيس وقال له عاوزك تساعدني. المدير قال له انت اتحركت متاخر جدا. بعدها الرئيس راح للوزاره وقال لهم انا المسؤول من دلوقتي وهاخد القرار المناسب للوضع، وطلب منهم يعرفوه كل اخبار المحطه اول باول وما يخبوش عنه اي حاجه. قال لهم يبعتوا اوامر رجال المطافي انهم يستخدموا ميه البحر في تبريد المفاعل، وقال لهم يعطلوا كل المحطات النوويه اللي في البلد عن العمل. وقتها رئيس الوزراء اعترض لان ده هيوقف الصناعه في البلد. الرئيس قال له العطله مش مهم لكن الوضع اللي البلد فيه اهم. في الوقت ده مدير المحطه قال لهم يجيبوا ميه من البحر وعرفهم ان دي اوامر الرئيس. وقتها المطافي مالوا خزانات من البحر ونزلوا الميه على المفاعل، ومستوى الاشعاع بدا في النزول. ولما الرئيس عرف كده فرح جدا وطلب منهم يبداوا في المرحله الثانيه وهي تصليح الشرخ اللي في خزان التبريد، وقال لهم كلموا المدير عرفوا الوضع وصل لايه هناك. وقتها المراقب راح يطمن على الوضع ولقى الشرخ كبير جدا وفي كميه ميه ملوثه بالاشعاع مغطيه المكان، وده هيصعب عليهم تصليح الشرخ لان الميه كلها اشعاع. وبنشوف وينج وهي في الاتوبيس وبيكون الطريق مقفول والناس بدات تمشي على رجليها وبيكون الجو كله اشعاع والضباب بيقرب منهم. وقتها وينج بتقول لهم يهربوا بسرعه لان الوضع هيسوء اكتر. وجاي كلم وينج وقال لها انتوا فين؟ قالت له الطريق واقف ونزلنا نمشي على رجلينا. قال لها خديهم بعيد بسرعه. وقتها الاخبار كانت بتذيع ان درجه حراره المفاعل قلت لكن في شرخ كبير محتاج تصليح. في الوقت ده الرئيس قرر يطلع يقول خطاب، قال لهم انه اسف للوضع اللي احنا فيه، وقال لهم انا هطلب منكم طلب صعب جدا، محتاج متطوعين يصلحوا الشرخ اللي في الخزان لان مش هقدر اجبر حد يدخل يصلحه، لان اللي هيدخل لازم يكون عارف انها مهمه انتحاريه، اللي هيتطوع هيعملها عشان ينقذ عيلته وبلده، وانا في انتظار الاشخاص اللي هيوافقوا. وقتها جاي واصحابه سمعوا الخطاب، وجاي قال لهم بيطلب اشخاص تروح للموت برجليها وهم السبب في الوضع اللي احنا فيه. بنشوف سيوك صاحب جاي وهو بيقول لابوه احنا تعرضنا للاشعاع، يبقى نروح احنا لاننا عارفين المحطه كويس. وسال الممرضه احنا حالتنا وحشه وقربنا نموت، وهي بصت له وما ردتش عليه. سيوك قال لزمايله المصابين احنا هنموت يبقى نروح ننقذ الناس ونموت بدل ما نموت احنا والناس. جاي قال لهم اهلنا ماشيين على رجليهم ومش هيعرفوا يبعدوا، فقرروا انهم يتطوعوا عشان ينقذوا عائلاتهم وكل سكان البلد. وجاي قال لهم ان الاختيار صعب لكن طالما هيموتوا في كل الاحوال فلا احسن يموتوا هم بينقذوا الناس اللي بيحبوهم. اصحابه كلهم قالوا احنا معاك يا جاي مش هتروح لوحدك، وفعلا المصابين كلهم قاموا وقالوا كلنا هنروح معاك. وقتها الرئيس كان متابع الوضع وعرف ان في متطوعين وافقوا يصلحوا الشرخ. وبنشوف جاي وهو بيكلم وينج وبلغها بقراره وقال لها انه عمل كده علشانها هي واسرته.
وهي اتعصبت عليه وقالت له انهم محتاجينه ومالهمش غيره. قال لها انا اتعرضت للاشعاع وخايف عليكم ولازم احميكم. وقتها السكان ظهرت عليهم اعراض نتيجه الاشعاع اللي وصل لهم، ولما شافوا الضباب والاشعاع بيقرب منهم حصلت لهم حاله هلع، وطبعا كل واحد كان عاوز يبعد وينقذ حياته، وكانوا بيجروا زي المجانين وبيطلعوا فوق العربيات، لدرجه ان عيله جاي تاهوا من بعض من كتر الزحمه والفوضى. وينج كانت بتدور عليهم لغايه ما لقيتهم. بعدها كلمت جي وسالته انت خلاص هتروح مع المتطوعين؟ قال لها هروح. طلبت منه انه يرجع لها وما يموتش هناك لانها ما تقدرش تعيش من غيره. بعدها فريق المتطوعين بيكون جاهز وبنشوف ابو سيوك وهو لابس ورايح معاهم، وابنه حاول يمنعه لكن هو صمم وقال له هنموت سوا يا نرجع سوا. وهم في الطريق مدير المحطه قال لهم تعليمات مهمه ووزع عليهم مسكنات للالم، وزعلوا جدا لما شافوا الوضع اللي البلد بقت فيه وافتكروا المكان كان عامل ازاي. ووصلوا المحطه ودخلوها وبنشوف جاي قبل ما يدخل كان بيودع الحياه. وبنروح لجونج ام جاي وهي بتكلم جيرانها وقال لها ان جاي اتطوع ودخل المحطه عشان يصلح المفاعل، ولما عرفت انهارت وزعقت لوينج لانها كانت مخبيه عليها، وقررت انها ترجع لابنها وهم حاولوا يمنعوها. وبيكون الرئيس متابعهم والاخبار قالت انهم هيصلحوا المفاعل لكن المهمه صعبه ومستحيل الرجوع منها. وبنشوف المتطوعين كل ما يقربوا من الاشعاع بيقعوا. وقتها المدير قسمهم ل3 فرق علشان الوضع ما يسمحش يفضلوا داخل الخزانه اكتر من 10 دقائق بسبب قوه الاشعاع. وبنشوف الفريق الاول بيجهز المعدات والفريق الثاني بيحاول سد الشرخ والفريق الثالث بيمنع تسريب الميه، لكن فجاه الصمامات اتفتحت والشرخ كبر والميه زادت وفي متطوعين كتير ماتوا لان ميه التبريد لما بتقل الاشعاع بيزيد. ساعتها المدير قال للرئيس ان المهمه بقت اصعب لان الشرخ بقى اكبر من الاول، والاخبار نقلت الخبر وقالت مهمه الاصلاح فشلت وان ده كان املهم الوحيد. والناس لما سمعت الخبر حصل لها ذعر وكلهم راحوا عند المينا. وبنشوف المدير وهو بيقول للمتطوعين ارجعوا لعائلاتكم، لكن جاي اقترح على المدير انهم يسدوا المدخل ويفجروا السقف عشان الميه تملى الخزان من تاني، وبكده التسريب مش هيأثر لانهم بيزودوا الميه من فوق. والمدير وافق على الفكره وبلغ الرئيس بيها. المدير قال ان في واحد هو اللي هينفذ العمليه لكنه هيموت لانه هيحط المتفجرات وهيقفلوا عليه وهيفجرها. وقتها جي قرر انه يتطوع ويحط المتفجرات بنفسه، وهو بياخد المتفجرات ودع اصحابه وقال لهم اشوفكم في الجنه، ودخل وقفلوا عليه الباب ولحموا الباب من بره علشان المتفجرات، وكانوا شغالين وهم بيعيطوا عليه وهو كان تعبان جدا وبياخد من المسكنات ويحط المتفجرات، وكان بيدعي ربنا انه ما يموتش الا بعد ما يفجرها. وطلب من المدير انه يطلعه في بث مباشر عشان يودع عيلته ويقول لهم كلماته الاخيره. وقتها وينج طلعتهم الاتوبيس وشغلت الشاشه وشافوه وهو بيتاسف لهم وبيودعهم وبيقول لهم ما تزعلش منه لانه ماشي. قال لا انا رايح لابويا واخويا. قال لهم انا بحبكم قوي وعملت كده علشانكم. وقال لوينج ما تزعلش منه لانه ما عرفش يرجع لها زي ما وعدها، لكن مش بايده انه ما كانش يتمنى انه يموت بالطريقه دي. وقال لامه بلاش تزعل وتحزن عليه وودعها والبث اتقطع. وامه حصل لها انهيار ووقعت وهي بتعيط لانها مش قادره تنقذه. وجاي طلب من المدير يخرج من المكان هو واللي معاه بسرعه لانه هيفجر المتفجرات، وفعلا داس على المفجر ومات بعد ما فجر السقف. وبيكونوا اصحابه واقفين بيعيطوا عليه والبلد كلها بتحزن على موته. والمدير بيبلغ الرئيس ان المفاعل دلوقتي في امان، والرئيس بيكون متاثر جدا لان جاي مات وبترجع الحياة تاني وبيكون اسم جاي محفور جواهم. وبكده يكون انتهى ملخص فيلمنا النهاردة. استنونا الملخص الجاي وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.